السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، معكم ساموراي جيج من مروكن سايبر سيكوريتي سبيس. إن شاء الله في هذه الدورة هذه إن شاء الله بغينا نديروا شي حاجة حصرية، ألا وهي لغة البرمجة بالدارجة المغربية. إن شاء الله في هذه الدورة هذه غادي تتعلموا إن شاء الله لغة البرمجة اللي هي لغة السي بالدارجة المغربية إن شاء الله، باش نسهلوا عليكم المأمورية وكل شيء يفهم الطريقة اللي كتخدم بها هذه اللغة هذه. اول حاجه نعرفوا شنو هي هذه اللغه. هذه اللغه ديال السي هي اللغه اللي كيتكتبوا اللي كيتصاوبوا بها كاع البرامج اللي كتشوفهم، يعني غالب. وزائد عن ذلك لغه السي كتسهل عليك انك اذا تعلمتيها تعلم جميع اللغات الاخرى، يعني في ظرف اسبوع يمكن لك تعلم بي اتش بي، تعلم جافا سكريبت، تعلم يعني جميع اللغات الاخرى، لانها كتعطيك لا باز ديال جميع اللغات. اول حاجه غادي نعرفوا شنو غادي نحتاجوا باش اننا نخدموا بلغه السي. باش نخدموا بلغه السي غادي نحتاجوا واحد البرنامج اللي هو سميتو بي ال اس سي فور ويندوز. هاد بي ال اس سي فور ويندوز شنو كيدير؟ كنكتبوا فيه الاكواد وكيحولهم لنا للغه الحاسوب، يعني باش يفهمهم الاورديناتور ويكزيكوتيهم وينشرهم عندنا في الحاسوب ديالنا. اول حاجه باش نخدموا اليوم ان شاء الله غادي نديروا نيو، غنديروا بروجي، يعني مشروع جديد. مشروع جديد هنا، وغادي نمشيو للكونسول ديالنا اللي هو هذا داير بحال الكوموند برومبت اللي كنخدموا بها، وغادي نعطيو سميه لهذا البروجي هذا. غادي نسميه مثلا، انا غنسميه ساموراي، سميه انت اللي بغيتي، لان البروجي ديالي. غادي نديرو اوكي. كنشوفوا هنا تبدلات لينا لاباج وخرج لينا البروجي ديالنا هنا. غادي نحتاجوا اننا نديروا واحد حاجه اخرى اللي هي الكود اللي غادي السورس كود فين غادي نخدموا، او يعني فين غادي نخدموا هذا الكود هذا. غادي نمشيو لاباج ديالنا، غادي نديروا ان سورس كود وغادي نكليكيو عليها. من غنكليكيو على السورس كود غادي نجيو مره اخرى عاوتاني الحفظ اللي هي هنا سيف، وغادي نديروا سيف. غادي يعطينا شنو فين نديروا سيف، غنخليوها في نفس البلاصه. وغادي نديروا مثلا السميه ديال ام سي اس، انا بغيت نسميها ام سي اس. ما تنساوش انكم ديروا الاكستنشن في الاخر تكون سي، لاننا كنخدموا بلغه السي. من بعد ديروا السيف، غادي يقول لك do you want to add the files to the current project. غتقول يس، نعم، يعني بغينا نخليوه تما. دابا غادي نتعلموا كيفاش نخدموا بلغه السي وليش كنحتاجوا لغه السي. باش كتبغي تخدم بها ضروري كتبدا بواحد الديكسيونير. هاد الديكسيونير هذا هو اللي كتكتب به دوك الكودات وكيفهمهم وكيحولهم للغه الحاسوب، يعني كيقوم بالترجمه ديال الاكواد اللي كتكتبهم كيحولهم للغه الحاسوب. هاد لي ديكسيونير منين كنجيبوهم او فين كيكونوا؟ اصلا الديكسيونير كيجيو مع البروغرام ديالنا. مثلا الا مشيتي للبي ال اس في سميتو في بروغرام فايلز فين عندك الفيشي ديال وكليكيتي عليه ومشيتي لانكلود، كتقلب على هنا كتلقى هاد لي ديكسيونير كاملين اللي كتخدم بهم هو اللي كيفهمهم الحاسوب، هما هاد لي ديكسيونير هادو. مثلا غادي نشرح لكم، حنا بغينا نخدموا اليوم بهاد اس تي دي يو اي دوت اتش دوت اتش، يعني غادي نشرحوها ان شاء الله وغنقولوا شنو كتعني. عقلوا عليها مزيان. ملي كنجيبوا هادي كنديروا مثلا انكلود. ياك شفتوا هاد انكلود كنكليكيو عليها وكنمشيو لهاد الاستوديو غنخدموا به اليوم. غادي نشوفوا كيفاش نخدموا به. يعني بغينا نخدموا حنا بهذاك الديكسيونير. غنديروا انكلود اللي شفناها في الاول، وغادي نفتحوا معقوفتين مثلا، وغادي نديروا std input output دوت h اللي هي هيدر. غادي نشرحوا شنو كتعني هاد std e o دوت يعني h. هاد std او كتعني ستاندر، هاد اس تي كتعني ستاندر، هاد اس تي دي كتعني ستاندر، هاد اي كتعني انبوت، وهاد او كتعني اوتبوت. يعني ستاندر بلاتي ستاندر ستاندر انبوت اوتبوت، يعني الطريقه اللي نكتبوا بها هيدر. هيدر يعني عادي، يعني الطريقه اللي نكتبوا بها هي طريقه ستاندر عاديه ديال الانبوت واوتبوت، يعني دخل وخرج، يعني معلومات، يعني غنكتبوها وانت غترجمها بشكل عادي. الداله اللي غادي نتعاملوا بها مع هذا الانكلود، دابا حنا كتبنا الديكسيونير اللي بغينا نخدموا به، غادي نشوفوا الداله اللي غنبداو بها. الداله اللي غنبداو بها هي المين. اوكي، هاد المين بهاد الطريقه هذه كتكتب، يعني كنديروا المين وكنفتحوا جوج ديال الاقواس، ومن بعد كنجيو الاول ديال باش يجي داكشي متناسق كنحلوا معقوفتين وكنجيو بيناتهم وكنديروهم هنا، كنديروا لي سباس. هنا كتبنا دابا لا باز ديال فين غنكتبوا الكود ديالنا. اول كود غادي نتعلموه اليوم اللي هو الطباعه او البرينت، او كيفاش تطبع واحد الحاجه مثلا باش تخرج لك في البرنامج اللي بغيتي يبان للناس، يعني الناس شنو داكشي اللي بغيتي يبان لهم هو اللي غتبرينتيه انت دابا. هاد برينت كيفاش كنكتبوها بهاد الطريقه هذه، برينت اف. برينت اف هي طريقه
هنا بهذه الطريقه هذه، يعني عقل عليها مزيان وكتسدها بفاصله منقوطه يعني او سيميكولون. هاد برينت اف هي كتقول طبع لينا هاد الامر هذا باش يشوفوه الناس اللي غيستعملوا هاد البرنامج هذا. يعني اول برنامج ديالنا غادي نكتبوه حناهم هو هذا، غادي نكتبوا ويلكم. اوكي، غادي نكتبوا مثلا ويلكم تو ام سي اس اس. حنا دابا كتبنا هذا الامر هذا هو اللي غيشوفوه الناس، بغينا نديروا ليه برينت، قلنا البرينت طبعي لينا هاد ويلكم تو ام سي اس اس للناس باش يشوفوها. غنمشيو دابا نديروا سيف وغنديروا اكزيكيوت وغنشوفوا شنو غتعطينا هنا. كي كتشوفوا ها هو البروغرام ديالنا ويلكم تو ام سي اس، يعني اول بروغرام كتبناه. غادي نديروا انتر باش نحيدوه. الان كتبنا اول برنامج بلغه السي، يعني هذا الشيء كامل فهمتوه الان اللي قدامكم هنا. بغينا مثلا ويلكم تو ام سي اس تكون هذا ويلكم الفوق و ام سي اس لتحت، غادي نجيو وغادي نديروا سلاش وغنديروا ان بهذه الطريقه هذه. الان غادي نشوفوا شنو غادي يطرا، يعني غنديروا سيف وغنديروا اكزيكيوت. وشنو كتعني هذيك سلاش ان؟ كتعني رجوع للسطر. كي كتشوفوا ويلكم تو الفوق و ام سي اس لتحت. بغينا مثلا هاد ام سي اس تكون بعيده على ويلكم تو، غادي ديروا سلاش بزاف ديال المرات، ان سلاش ان سلاش ان سلاش ان. يعني الطريقه هذه ماشي احترافيه، وانما حنا غادي نديروا هادشي باش تفهموا اول حاجه. من بعد غنديروا اكزيكيوت وغنشوفوا شنو غادي تعطينا. كي كتشوفوا ويلكم تو هنا و ام سي اس تو هنا، يعني الان تعلمتوا كيفاش تكتبوا اول برنامج وفهمتوا شنو كتعني هذه. هاد انكلود كتعني اننا انكلودينا، جبنا الديكسيونير اللي غادي يشرح لينا، عطيناه واحد الاكواد، ياك عطينا واحد بضعه الاكواد هنا، شويه ديال الكودات قلنا ليه كتبناهم ليه، وقلنا ليه دير لنا برينت لهذه في لاباج. يعني الان حتى شي حاجه ما صعيبه. هذا كان هو الدرس ديالنا الاول ان شاء الله على لغه البرمجه السي بالدارجه المغربيه. الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم ديروا لايك وديروا شير باش ان شاء الله تشجعونا اننا نكملوا في هذه الدوره هذه. كان معكم ساموراي من مروكن سايبر سيكيورتي سبيس. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونلقاكم ان شاء الله في الشرح الثاني ديال لغه السي. السلام عليكم.